السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم. الحلقة اللي فاتت ذكرنا تفريع بيونت أو الحربة من الدفاع هندي الملك، اللي هو تفريع من تفريعات الدفاع الهندي ذا كينجز انديان. الحلقة دي هنشرح فيها تفريع ذا فاشون أبليه، اللي هو في النقلة السابعة بنلعب نايت A6 واسمه تفريع الحصان المعروف 7 نايت A6. والتفريع ده زي ما حضراتكم هتشوفوا ميزاته ايه وعيوبه ايه وايه هو الشكل اللي هيبقى عليه الدور بعد كده، لان الدور 3 مراحل زي ما حضراتكم عارفين: اوبننج وميدل جيم واند جيم، يعني افتتاح ووسط الجيم او الدور، والاند جيم اللي هو نهاية الدور او النهايات. وهنبتدي التفريع بتاعنا تفريع الحصان المعروف 7 نايت A6 من الدفاع الهندي كينج الهندي الملك. الابيض بيلعب D4، الاسود نايت F6، الابيض C4، الاسود G6، الابيض زي ما احنا عارفين نايت C3، بيشوب G7 الاسود. والشكل هندي الملك المعروف اترسم اهو، والابيض بياخد مساحة بالاي 4 رد بالدي 6 الاسود، نايت اف 3 تبيت الاسود بيت وانتشر بقطعتين من قطعه والملك متأمن، والابيض لسه الفيل الابيض بتاعه لسه ما طلعش ولا هيبيت ولا بيت، فهو طلع بالفيل الابيض بيقول عاوز ابيت. على طول ضرب الوسط الاسود بالاي 5، بيت الابيض. قدامك دلوقتي بقى ايه اهو اللعبة بتاعتنا النقلة السابعة. في النقلة السابعة بتاعتنا بنلعب نايت A6. ايه فايدة نايت A6؟ بيقول لك الحصان ده بينتشر على النايت على ال A6 عشان يحافظ على المربعات السوداء دي وينط عليها، بحيث لو الابيض زق هنا بيجي الحصان وبيقف هنا او هنا وبيضغط على المربعات البيضاء دي. فهنشوف الدور هنخش كده. دي المرحلة بتاعت ده الشكل بتاع تفريع الحصان المعروف نايت A6. بيبقى الشكل ده، الأبيض ممكن يزق، أبيض بيعمل حاجة زي كده بيلعب A4 أو A3، بيقول للحصان ممنوع تنط هنا وتعمل لي مشاكل، وممكن لو جيت هنا بعد ما تاكل هزق عليك تاني بتم. الاسود بياكل افضل نقلة، بيقول له طب خلاص انا هاكل بقى هنا في الوسط هفتح للحصان ده المربع ده وهوقفه عليه. بياكل بالحصان على طول بينط، بيلعب هنا نقلة انتظارية بتمنع نطة الحصانين دول على المربعات دي، وبحيث لو الحصان الاسود ده جه هنا وزق عليه ده
بيقدر يرجع هنا يفضيله مكان. أبيض بيلعب F3 أو الحصان بتاعنا نط على المربع C5 نايت C5 ومسك المربعات البيضاء والوسط، سيطر على الوسط. ولو هجم عليه الأبيض هنا بيرجع هنا أو هنا، بيبقى موقف الأسود ممتاز جدا.